عايز استسمع حضراتكم اوجه حوار النهارده او المقدمه للناس اللي عاملين نفسهم مش واخدين بالهم. الناس ولاد بلدي اللي عاملين نفسهم مش واخدين بالهم. الى كل هؤلاء اللي عاملين نفسهم مش واخدين بالهم، البلد لن تمشي للامام. الى كل اللي عامل نفسه مش واخد باله ان في ناس الاف مظلومين والاف مقهورين والاف متداسين والاف دلوقتي ملهمش اي حقوق في البلد دي. البلد لن تسير للامام. اللي عاملين نفسهم مش واخدين بالهم متخيلين انك انت اذبح ده واقتل ده وكسر في ده واحبس ده، البلد لن تسير للامام. الا كل اللي عاملين نفسهم مش واخدين بالهم، والله ده محل للحكايه. ده عامل زي النعامه اللي بتحط راسها في الرمل. عارفين المشهد ده عامل زي ايه؟ زي قطر انت بتحاول تزقه لقدام، وفي ناس قاعده تتهرس قدام القطر، وفي ناس قاعده تصرخ، وفي ناس قاعده تموت، ومتخيل القطر هيوصل للمحطه. صدقني القطر مش هيوصل للمحطة، ومهما زودت فحم للقطر ومهما القطر زاد قوته مش هيقدر يكمل مسيره، يخرج على القضبان. انسى حكاية مرسي والسيسي وصباحي، اخرج من ده رغم ان ده موضوع مهم، ولكن اخرج منه. المشهد ده مش هيخرج بالبلد، والبلد مش هتعدي مهما زقيت فيها. واللي متخيل ان الكرباج هيمشي او هيمشي، ولا هيمشي ولا هيمشي. فرعون ده كان زمان وجبر، ما بقاش فيه منه. والله البلد ما هتمشي بفرعون. فهمني انت اللي هناك وعامل نفسك مش واخد بالك، تأكد ان الحكاية مش ماشية لقدام ومش هتمشي لقدام. ده مش شيء بيسعدني، ولكن دي شهادة حق ببلغها لحضرتك وبقولها لك، عشان لما يحصل اليوم ده يمكن تفتكر ان واحد كان فيه صوت بايخ بيقول لك الكلام اللي حضرتك قاعد عامل مش عايز تسمعه دلوقتي، وبتقول عليه هش هش هش، اسكت اسكت خلينا نمشي. والله هي ما هتمشي. افكرك في النهاية بمثل عربي بيقول لك: عندما تترك الذئاب لتأكل أخا لك، فغدا لن تجد الذئاب ما تأكله إلا أنت. نلتقي بعد الفاصل في مع معتز.